جماعة ممكن اقول لكم ان انا عملت احلى الشاي حرفيا، وانتوا عارفين ان انا ببقى مشهورة جدا بالشاي بتاعي في ليلى. شاي الوردة يا جماعة انتوا عارفين انا ما بقدرش استغنى عنه، خصوصا في رمضان اللي فات والعزومات بتاعت كل يوم. كنت بعزم كتير قوي في رمضان اللي فات، مش عارفة المرة دي انا هعمل ايه، بس يعني يلا. احلى حاجة حرفيا بحبها في شاي الوردة ان هو بينقذني عشان بيناسب جميع الاذواق، وان هو شاي مصري كده اصيل. ده شاي اخضر، وده شاي اخضر بالنعناع، وده شاي خشن، وده شاي ناعم، وده شاي فتلة. جماعة في من كل نوع جميع الأحجام بجد. وده الشاي الفتلة والشاي الناعم. واحلى حاجة بجد في الشاي ده ان هو يا جماعة بيكون سيلد، فمش بيكرف الريحة خالص ولا الطعم، ودي بالنسبة لي بتكون اهم حاجة. بصوا الشاي الخشن والاحجام بتاعته، يعني انت هتحلي مشكله جميع الاذواق اللي هتقابلك في العزومات. حد ما بيحب الشاي الناعم، حد بيحب الشاي الخشن بيكون على النار مثلا، حد بيحب الشاي الفتله، حد بيحب الشاي التقيل خفيف، او حد بيحب شاي اخضر او شاي اخضر نعناع. وطبعا كلهم يا جماعه بيظبط المزاج حرفيا. الشاي كده تشربيه يخش على الدماغ على طول. واهم حاجه في طعمه بجد ان هو بيكون مركز. انا عارفه طبعا ان شاي ورد ده اكتر شاي بيكون موجود في البيوت المصريه حرفيا. تفتكروا كده في رمضان اللي فات لما نزلت الفيديو بتاعه كلكم شكرتوا فيه، فانا كنت مبسوطه ان انا ذوقي من ذوقكم.